فلأول مرة يجلسان أمام طاولة واحدة وسط حضور لمبعوثين من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ربما تكون الثمرة الأولى بعد لقائهم مع وفد مجلس الأمن وشرح رؤيتهم لحل المعضلة الصومالية. وفد تحالف المعارضة يرفض وصف هذا اللقاء لقاء تفاوضيا مع طرف الحكومة الانتقالية، بل كان حضورا لورشة عمل تناقش أوضاع اللاجئين وحقوق الإنسان كما يقول. هدف هذه الورشة العمل هي بناء أسس مشتركة لفهم القضايا التي ستناقش إن شاء الله، ولكن ليس هذه مفاوضات، إنما هي ورشة عمل، واحد يلقي كلام ونحن نستمعهم. الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال الإغاثة تعتبر أن الاتفاق على أسس معينة حول القضايا الإنسانية وتسهيل أعمال المساعدات للمتضررين تمهد الطريق لاتفاقات سياسية تبرم بين الجانبين. وفد الحكومة الانتقالية يبدو متفائلا بعد لقائه مع وفد مجلس الأمن، ويدعو المعارضة إلى الالتزام بما يتمخض من هذه اللقاءات. إننا كنا منفتحون وما زلنا منفتحون، وسوف نضع على طاولة المفاوضات مقترحات عملية للخروج من هذا المأزق. يشير بعض المراقبين بأن هذه الجولة من المفاوضات لن تكون كعادتها في المؤتمرات السابقة من حيث النقاشات وسير التفاوض، ويتوقع من عقد لقاءات سرية لكبار الطرفين ليعلن في النهاية عن اتفاق بين الحكومة والمعارضة. غادر وفد مجلس الأمن من جيبوتي وقد تأكد موافقة الطرفين استخدام قوات دولية إلى الصومال، وكذلك الرئيس الصومالي غادر هو الآخر وقد ضمن لبلاده قوات أممية. فالكرة الآن في ملعب المعارضة التي لم تجد ردا حتى الساعة من مطلبها الأساسي، وهو جدولة انسحاب القوات الأثيوبية من الصومال. فهد ياسين، الجزيرة، جيبوتي.